بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ جمعة مباركة عليكم جميعا يا رب. صحيت النهاردة الصبح بقى وهعمل معاكم كوباية شاي كده على الصبح عشان نظبط بيها اليوم. هبتدي معاكم اعمل كوباية الشاي وبعد كده نبتدي نعمل الفطار مع بعض، فطار الجمعة ولمة العيلة. احلى لمة واحلى فطار بالنسبة لي بتبقى يوم الجمعة. هنا عملت الشاي وهقعد اشربه الاول كده وبعد كده هعمل الفطار معاكم. كوباية شاي مظبوطة 100%. كده بقى شربت خلاص الشاي وجينا بقى هعمل الفطار. هنقطع الكابوتشا واحطها في الطبق كده. انا غالبا ما بحطهاش مع الاكل، بس في جزء عامل دايت وجزء عادي بياكل من الاكل يعني اللي انا عاملاه. وكان عندي جبنة برضو حطيتها في الطبق وعملت قرص بيض او بيض اومليت، بيبقى طعمه حلو قوي برضو. وهقطع خيار، يعني احاول اشكل كده، لان يوم الجمعة الصراحة اليوم الوحيد اللي كلنا بنتجمع فيه مع بعض، فانا بالنسبة لي يوم الجمعة اليوم الوحيد اللي بنفطر فيه كويس، كلنا بنتجمع يعني مع بعض، فاحلى اكل بيبقى اكل اللمة الصراحة. هرصص بقى الخيار كده في الطبق زي ما انتم شايفين بشكل حلو كده. تعملي كده اكل ما شاء الله يبقى شكله حلو ويفتح النفس. وجبت كمان طعمية اهو، وهجيب كمان فول، يبقى طعمية وفول وبيض وجبنة وكابوتشا وخيار وطماطم كمان. يلا حرقت لكم المفاجأة. قلت لكم قبل ما احط الطبق بتاعه. ده الفول كنت مفضيه من الكيس بتاعه، فضيته حطيته هنا. هجيب بقى الطماطم اقطعها واحطها في طبق علشان تبقى برضو مع الاكله دي بتبقى حلوه قوي. طماطم مع الطعميه بتبقى تحفه. مين بيحب الطماطم والطعميه زيي؟ انا بحبهم جدا مع بعض. لو معاهم بقى بابا غنوج او بتنجان مخلل بيبقى تحفتين مش تحفه واحده. انا بحبه جدا 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 الصراحه، بحب اعمله سندوتش قوي. قطعت بقى الطماطم واحطها في طبق واحطهم مع الاكل. بس كده، ده كان فطار النهاردة يوم الجمعة، يوم اللمة الحلوة والأكلة الجميلة. الأكلة دي أنا بحبها جدا جدا جدا، الفول والطعمية أساسي يوم الجمعة. ما تنسوش اللايك يا حلوين والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو. مع السلامة.